الطبق ده لازم يتقله اكاد من فرط الجمال واذوب. عايزه اقول لكم ان الطبق ده تحفه وشوربته احلى واحلى. شويه شوربه جمبري بقى ايه على اصولها بتركات تحفه جدا. عايزه اقول لكم هتطلعوا احلى شويه شوربه جمبري ممكن تاكلوا ممكن تشربوها. وعايزه اقول لكم كمان الجمبريه ذات نفسها كده ماسكه نفسها ومتماسكه ومستويه ودايبه دوب. يلا بسم الله نبدا مع بعض في وصفتنا النهارده. هنجيب الجمبري اي حجم انتوا بتحبوه، ممكن عادي من الاصغر للاكبر مفيش اي مشكله خالص، اي حجم بقى. وهنا انا بشيل الكيس الرملي بتاعه ده بسكينه كده يكون سنها رفيع. ببدا ان انا اشيل الكيس الرملي بالشكل ده، يعني هو بيبقى خيط كده رفيع ده لازم نشيله. ده تنظيف الجمبري تمام كده. هنغسله كويس وبعد كده بقى ايه هنسيبه بقشره عادي جدا وبدقنه بقى وكل حاجه. هنجيب بقى حله نحط فيها معلقتين من الزيت وننزل عليهم بمعلقه كده من التوم ونشوح ايه التوم. هتشم التوم في الحله كده بتاعتك. هنبدا ان احنا ننزل عليهم بالجمبري. قلبي الجمبري مع التوم وشوحيهم كويس لحد ما هتلاقي اللون بتاع الجمبري يغير معاكي. هتكوني محضره طبق فيه خضار عباره عن ايه طماطمايه وبصلايه وفلفل اخضر او فلفل سبايسي او ممكن فلفل الوان. ولو عندك كرفس عايزه اقول لكم هيدي طعم تحفه. المهم هنقلب كل ده مع بعضه بالشكل ده. وطبعا الخضار تكوني مقطعاه مكعبات مش كبيره ومش صغيره. واول ما هتلاقي كده الجمبري والخضار نزل الصوص بتاعه هتزودي شويه من الميه. يعني مثلا نص كيلو من الجمبري اخد معايا كوبايتين من الميه، كوبايتين كبار يعني فنجانين مليانين كده كبار. وهنعصر ليمونه ونحط القشر بتاعها وهنحط ملح وكمون، معلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره كمون. وهنقلب كل ده مع بعض وهنسيبهم يغلوا لمده 7 دقايق او من 7 ل 10 دقايق. عايزه اقول لكم هتشربي احلى شويه شوربه جمبري زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهتاكلي احلى جمبري مستوي ومش بيعض ابدا. لازم بقى تجربوا الطريقه دي وان شاء الله تعجبكم جدا. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم على خير في رعايه الله. مع الف سلامه.